الأطفال في الصيف بياكلوا سناكس أكتر من الأكل نفسه. دي أفكار سناكس صحية للأطفال هتساعدهم ياخدوا احتياجاتهم اليومية من العناصر الغذائية. وأسهل حاجة عشان نضمن إنهم يعملوا ده كل يوم إننا نسهل على نفسنا وعليهم الموضوع ده. يعني مثلا نجهز الحاجات دي من قبل كده أو تكون جاهزة قدامنا، زي مثلا الخضار والفاكهة متقطعين ومعاهم دريسنج خفيف أو الرايس كيكس. ممكن نقدمها لهم مع جبنة أو صوص فيه زبادي عشان نزود نسبة البروتين. وعلى فكرة لما هم يلاقوا الحاجات دي قدامهم جاهزة وما يلاقوش غيرها، هيحبوا ان هم يجربوا الحاجات دي ويكتشفوا طعمها ايه، وانتوا برضو هتكتشفوا معاهم لحد ما يلاقوا حاجة بيحبوها. كمان الحاجات الجاهزة مش ممكن بس ناكلها كده، ممكن كمان نحطها على السلطات او الساندوتشات. قولوا لي لو عجبكم الفيديو واستنوا الاجزاء التانية، وبالهنا والشفا. 7 أسباب هتخليكوا تحبوا تاكلوا ذرة كل يوم وتقدموها للأطفال. أول حاجة هي مصدر غني جدا بالألياف وبتحسن صحة الجهاز الهضمي. تاني حاجة هي مصدر كربوهيدرات صحي فهتدي الطفل طاقة وتحسسه بالنشاط. تالت حاجة هي غنية جدا بالفيتامينز زي A و B، مهمين جدا للنمو والتطور الذهني والبصر. رابع حاجة غنية جدا بمضادات الأكسدة وبتحافظ على صحة القلب. خامس حاجة إنها بتقوي المناعة وغنية جدا بالمعادن والزنك والمغنيسيوم. سادس حاجة إنك ممكن تحضريها في البيت بكل سهولة، تسلقيها في مية وتقطعيها أو تجيبوها جاهزة بس تكون من مصدر موثوق منه. بجيبها من جرين هاوس لأنها بتكون معمولة بطريقة سوفيت، يعني بتكون مسلوقة جوه أكياس حرارية، فبتكون محتفظة بالفيتامينز والمعادن بتاعتها. وسابع واحلى حاجه هي انكم ممكن تاكلوها باكتر من طريقه. ممكن تضيفوها لوجبات الاطفال او في سندوتشات مع التونه مثلا او الجبنه، او ممكن تقدموها لوحدها كسناك للاطفال. قولوا لي بتحبوا تاكلوا الذره ازاي، وبالهنا والشفا. الأطفال في الصيف بيحبوا ياكلوا حلويات كتير. تعالوا نشوف ازاي هنعمل ده بطريقة صحية. الفاكهة هي أحلى بديل للحلويات للأطفال، سواء الفاكهة الكبيرة وإحنا نقطعها لهم ونجهزها لهم في البيت أو نجيبها جاهزة من بره من مصدر موثوق، والأحلى بقى الفاكهة الصغيرة اللي هم يقدروا ياكلوها لوحدهم، اللي مش محتاجة تقشير وتقطيع، وده علشان يسهل عليهم الفاكهة كل يوم. أو لو فواكه في منها فان سايز أو ميني. علشان كده لو تلاحظوا إن دايما لما بنجيب مثلا موز وبرتقان في البيت، دايما الموز بيخلص قبل البرتقان لأن الموز بيبقى سهل تقشيره. وفي حركة حلوة قوي ممكن نعملها علشان نزود بروتين في الفاكهة، نزود لها زبدة بندق أو زبدة فول سوداني، ودي هكلمكم عنها في فيديو لوحدها لأنها مفيدة جدا وخصوصا للأطفال اللي في مرحلة النمو. جربوا الحاجات دي مع أطفالكم وقولوا لي بيحبوا ايه أكتر حاجة، واستنوا الجزء الثالث لسناكس الصيف للأطفال. وبالهنا والشفا. خطوات بسيطة في تغذية أطفالكم هتفرق معاهم. لو عايزين تركيزهم يبقى أعلى، خليهم ياكلوا توت وزبدة فول سوداني. ولو عايزين أسنانهم تبقى أقوى ويحافظوا عليها من التسوس، خليهم ياكلوا جبنة طبيعية وزبادي وخضار زي الجزر والخيار. ولو عايزينهم يتمرنوا كويس وأدائهم في التمرين يبقى أحسن، خليهم ياكلوا قبل التمرين بنجر، سواء يشربوه في عصير مع برتقان أو فراولة، أو تدخلوه في أكلهم زي المكرونة والحمص مثلا. ولو في الصيف والجو حر، خليهم ياكلوا كتير فواكه مليانة مية زي البطيخ والكنتالوب والأناناس، أو ياكلوا خضار مليان مية زي الخيار والخس. ولو حاسين إن مناعتهم قليلة شوية، زودوا من حاجات فيها فيتامين سي زي الليمون والبرتقان والفراولة، وخضار زي الفلفل الألوان. ولو عايزينهم يناموا نوم عميق وبهدوء، خليهم ياكلوا موز وكريز. قولوا لي في الكومنتس ايه اكتر فاكهه وخضار اطفالكم بيحبوا ياكلوها، واستنوا الفيديوهات الجايه، وبالهنا والشفا. الاطفال دايما